مفيش فاول يعني يا جدعان؟ طيب محدش يزعل من لعبي. محمود حودة، طب ما تعيطش يا حبيبي. من حوالي 3 4 شهور كده في واحد صاحبي كلمني قال لي بقول لك ايه، في لعب كوره تيجي؟ قلت له عبد الرحمن انا شايل خنجرين تحت السرير، لو في مره سالتني السؤال ده وقلت لك لا، عايزك تاخد خنجر منهم تحطه في قلبي والتاني انت عارف هتحطه فين. اكيد طبعا هاجي اللعب. رحت معاه واول ما دخلت اتفاجئت بصراحه. هو في مكان كده معمول بيدربوا فيه الناس اللي هي عايزه تتمرن كوره في نفس الوقت مش قادرين بقى بسبب الشغل وخلاص سنهم كبر وبتاع، وببص لقيت في بقى اقماع وفي كذا كوره وناس قاعده عماله بتسخن وتعمل اطالات. قلت ايه ده، انا هحترف بعد ال30؟ عامه قشطه، صباح الفل، يعني بيتر ليت ذان نيفر، يلا بينا. المهم دخلت عشان خاطر اغير وكده، وانا بلبس الشورت لقيت الشورت من غير استك، الاستك بتاعه بايظ، فيعني صباح الجربعه. دلوقتي انا ما قداميش غير حل من الاتنين، يا اما العب بالبنطلون اللي انا كنت جاي بيه وهو بنطلون له بنفسجي ومحدش يسالني ليه انا كنت لابس بنطلون بنفسجي عادي يعني، يا اما العب بالكلوت. فطبعا اخترت ان انا العب بالكلوت. ما هو عادي يا جدعان، قشطه يعني، صباح الفل، ما اكرم توفيق مشمر الشورت كده وشكله كلوت عادي يعني، حتى تبقى بتجري يعني والدنيا خفيفه معاك في البراح كده ما تحسش بحاجه يعني. لا انا بهزر طبعا. لعبت بالبنطلون البنفسجي على تيشيرت اليوفي اللي هو ابيض في اسود، والكوتش بتاع الجزمه بتاعت الكوره بتاعتي الستادز بتاعتي لونها ليموني. فجينا ننزل ارض الملعب بعد ما عملنا الاطالات وكده، وقالوا احنا هنعمل تقسيمه، ادوني التيشيرت اللي هو اللي بيتلبس اللي هو بتاع القط ده اللي بيتلبس فوق تيشيرتات التدريبات وكان لونه احمر. المهم ابتدينا نلعب واللعب سخن ومش عارف ايه، والكابتن بره بقى سامعه قاعد عمال يقول اضغط هنا، باصي هنا، حلوه دي، ودي جوه. المهم انا سخنت واتحمست قوي في اللعب وبتاع، فبعدي وشط الكوره طلعت بره، فقمت قايل يا بنت الوسخه، لقيت مره واحده صفافير من بره، صفافير تي 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 تي، واحد بيقول ستوب 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 ستوب، فثانيه ستوب ليه، هو مش كانت يا ابن اللعيبه؟ لقيت مره واحده الكابتن بيجري عليا عامل زي السايس بالظبط، ووقفني في نص الملعب وقال لي كده بنبره حاده، قال لي يا كوتش مفيش شتايم في اللعب. فقلت له هو يعني انا بس انا مش بشتم حد، انا بشتم الكوره. قال لي لا تشتم الكوره ولا تشتم العارضه ولا تشتم اللعيبه ولا تشتم الحكم ولا حتى تشتم الحظ، ممكن تكون اسرائيل عادي. طبعا وقفني ونمرني كده وبروزني في نص الملعب، وانا اصلا مش ناقص بروازه يعني، الطقم اللي انا لابسه ده يعني حاجه في قمه التهريج، مهرج واقف يعني، شكلي فلاح فشخ يعني سوري انا اسف، شكلي قروي جدا. انا اخر واحد محتاج ان الاتنشن يروح له دلوقتي. وقال لي انا عشان اول مره تيجي بس انا مش هديك انذار. يا نهار اسود، انذار عشان خاطر شتمت الكوره؟ ده الاسعار ولعت في الكوره. وبعدين هو فاكرني بلينجهام، انا ما قلتلوش فاك اوف يعني، انا شتمت الكوره والله، انا قلت يا بنت الوسخه. طبعا جزيت على اسناني وكملت لعب، وقاعد بقى بدوس على نفسي مع كل كوره بتضيع، ولا كل واحد مش عارف يستلم، ولا كل واحد بيتدلع في الدفاع. بس انا ممكن اسامح في اي حاجه، اي حاجه، الا ان الكوره تبقى معايا وانت ما تفتحليش مساحه عشان خاطر تاخد مني الكوره. انا راجل متربي على مدرسه برشلونه، على التيكي تاكا، على يوهان كرويف، الكوره الشامله. فالكوره معايا وانا داخل، وواحد واقف عمال يبص كده وانا عمال اقول له افتح افتح ولا افتح، فلقيته مره واحده قام بص لي كده بقرف وفضل واقف. فلو يا اسطى انا مش بقول لك افتح رجليك، انا بقول لك افتح ملعب. المهم خلصنا اللعب وخلاص وسلمنا على الناس، يا جماعه نايس 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 شكرا يا جماعه. فلقيت عبد الرحمن صاحبي ده جاي لي وبيقول لي بقول لك يا اسطى، هو في اللعب كان في كوره كده انت قلت الواحد ولا يعني مش لطيفه. فقلت له يا اسطى طب هعمل ايه، ما انا مش عارف اسمه، اعمل ايه يعني؟ اقول يا جماعه لحظه واحده بس معلش، ستوب اللعب. ازاي حضرتك؟ انا ما اتشرفتش بيك ياسر، اهلا انا محمود. ياسر انا دلوقتي هبعت لك ميل، تمام؟ هبعته لك. دير ياسر kindly run behind the defense so I can pass the ball to you so you can score best regards محمود النجار. طبعا قعدت افتكر لعب الكوره اللي انا لعبته ده، والحجز بقى بتاعنا، اللعب على اللي يشيل، حجز الكوره يا جدعان. طبعا اللعب على اللي يشيل حرام. الشتيمه مثلا في الكوره، الشتيمه جزء لا يتجزأ من كره القدم. حجزه قبل ما نبتدي اللعب هو يعشق الديرتي توك، يحب التراش توك، يفضل يقول انا هفشخك، انا هحط عليكم، انا هجيبهم في الجون، هنيمك على بطنك بعد الترقيصه. التسخين قبل الحجز، التسخين قبل الحجز نوعين، في النوع بتاع العيال المتنيه اللي هي بتجري وتقعد تعمل اطالات وتقنبر كده دي، وفي بقى التسخين التمام بتاع السيجارتين قبل ما نجري قبل ما نلعب، او الحجرين قبل الحجز، تنزل الملعب رئتك تاخد سكرين شوت، بعد 10 دقايق بالظبط بتركن على جنب، ما تقدرش تكمل. في بقى انواع من الناس انت هتقابلهم في حجز الكوره، يعني في اللي هتلاقيه جاي مهتم كده بالمنظر قوي، لابس طقم كوره وكله على سنجة 10، ده غالبا ما بيعرفش يلعب، 99% ما بيعرفش يلعب كوره. في برضه صاحبك اللي نازل يتخانق، هو عنده تارجت خناق النهارده، هتخانق مع الفرقه التانية، هتخانق مع فرقتي، هتخانق على واحد ضيع كوره، هتخانق على جون ما صدش، هتخانق مع عيال صغيره، هتخانق مع ناس كبيره ومتجوزه ومخلفه، هتخانق مع الشيوخ عادي، ما عندوش اي مشاكل. هو انا نازل اتخانق النهارده بس، والله بيبقى قلبه ابيض بعد اللعب، بيقعد يقول لك معلش ما تزعلش مني وبتاع،
شدت ملعب. في برضو صاحبك الغشيم اللي هو برضو عنده تارجت بني ادمين يوقع على الارض النهارده. في ناس هيصففها النجيله النهارده، بالنسبه له ان هو طالما رجله لمست الكوره فده كبس كوره عادي. بقى رجله كملت في الكوره وفي رجلك وفي اخدتك وفي ركبتك وطيارك بره الملعب، مش فاول، كبس كوره معلش. الفاول بالنسبه له بيتحسب مع تقرير الاعاقه من المستشفى، ما تاخدها فاول. قبل كده طالما انت عايش حي ترزق بتتنفس مفيش فاول. في ايه؟ انهض والعب كالرجال. في بقى صاحبك اللي شطب كوره وجاي يلعب كل حجز كماتش اعتزاله، نازل عشان خاطر الامتاع والسكسي فوتبول، نازل ينتزع اهات الجماهير وشخير فريقه. اللعب بالنسبه له ولا يسوى اي حاجه لو ما لبسش كوبري النهارده. هو كده. في ناس بتهيج على الكباري. في بقى واحد هتلاقيه شوطه سنه 2010 دخل الجون، واحد قال له يا ابن اللعيبه، ومن ساعتها وهو متقمص شخصيه فالفيردي، وكل ما الكره تيجي في رجله بيشوط من اي حته، يتسنتر يشوط، واقف في الدفاع يشوط، واقف جون بيشوط الفاولات، بيشوط الاوتات، بيشوط الكورنرات. وكل حجز نص ساعه كامله بندور على الكوره اللي الكابتن ده اللي كابتن ستيفن جيرارد طلعها بره حدود الملعب. حدود الملعب ايه ده؟ بتطلعها بره حدود القاره. في برضو اللي شايف ان خير وسيله للدفاع هي الهجوم، عشان كده بيهاجم وما بيرجعش يدافع معانا. عندي بقى واحد صاحبي يا جدعان في الحجز اللي متغطي بيه عريان بجد. يعني هو واقف جون احنا عارفين ان الكوره داخله جون، لو هو واقف دفاع احنا عارفين هيحصل هيوميليشن، في لقطه هتحصل هتتحط على 4-3-3، بس هو موجود معانا عشان خاطر هو جدع، هو دمه خفيف، هتعمل ايه؟ هو اللعبه معاه حلو، مش تقدر تقول لا. في برضه عندنا واحد صاحبنا بيتصف في اول 3 دقايق، ودايما الاصابه ما بتبقاش ان حد دخل عليه ولا حد عمل له اي حاجه، لا هي الاصابه دايما بتبقى غلطته. يعني في مره شاط الارض، مره شوط عارضه، مره شوط الرصيف، مره شوط الناس اللي واقفه بره بالموبايلات، هو بيشوط اي حاجه الا الكوره. في بقى مواليد منطقه الجزاء، المهاجم الوهمي، ماكينه تضييع الاهداف، عاشق شباك العنكبوت، شباك الصياد، الشباك الجانبيه للمرمى، اي شبكه الا شبكه الجون، بيضيع من نص فرصه. اديله الكره في منطقه الجزاء وجهز مناخيرك على طول. عامه ده انا عايش حياتي كده بضيع فرص واهداف. لوني المفضل في الكوميديا الاسود، بيليق على اي حاجه. هتلاقي بقى ان في ناس الكره بتحبها وباشكال مختلفه. يعني في اللي بيبقى جاي نزل الحجز نزل اللعب، هو مصلي العشاء، بر بامه النهارده، نزل رمالها الزباله، غسل لابوه العربيه، انت مش عارف الكره بتعدي ازاي بس هي بتعدي. هو راجل بركه، بتعدي بقى ببركه دعاء الوالدين، بقوه الصداقه، بالجدعنه، بالسندله، اي حاجه بعيده عن المهاره وعن كره القدم. وفي بقى اللي الكره بتحبه بس بشكل مختلف شويه. يعني هي الكره بتحب بس مناطق معينه فيه. الكره بتتشاط من اي حته بتيجي في جوبها. اللعيبه كلها بتلبس شنجارد بتحطه في الشراب، هو بيحط الشنجارد جوه الكلوت. هتلاقي برضو في الحجز ستايلات معينه كده انت اكيد اتزاولت بيها في مره. يعني هتلاقي في واحد لابس بنطلون كده ستريتش شويه، اللي هو بناطيل التدريبات دي، مرفوع لحد بعد الانكل مثلا ب7-8 سم، لابس جزمه كوره برتقاني متخيطه مثلا بتاع 35-45 مره في الحدود دي كده، لابس تريننج سوت بتاعه المنتخب مكتوب عليها ايجيبت من ورا، وعليه بادج المنتخب بتاع اللي هو الاتحاد المصري لكره القدم، ومزحف فرقتكم كلها وراه فرهود محدش فيكم عارف يمسكه. في برضه هتلاقي واحد مليان كده انت مش فاهم المهاره دي كلها جايه منين، والمهاره دي كلها ازاي طالعه من هنا. يقف في الدفاع صخره محدش يقدر يعدي منه، يلعب ثرو طولي يوصلك لحد رجلك، انت مش عارف ازاي كل ده المهاره دي طالعه منه. وفي برضه شيوخ، هتلاقي في كده شيخ شبه كابتن نونو سانتو، لابس جزمه باتا على بنتكور على شراب طويل شويه، وتيشيرت الميلان بقى او تيشيرت برضه انتر ميلان، تيشيرت فرقه في ايطاليا يعني غالبا عشان هي جنه كره القدم، وتلاقيه حريف قوي ولعيب قوي ويديك اسيست ما يعملوش، فاهم، مودريتش في زمانه. انا بحب اللعب مع الشيوخ جدا والله يا جدعان. انا كنت بلعب مع شيخ انا كنت مسميه الشيخ اريان روبن، هو كان اريان روبن السلفيين والله يا جدعان. انت بتعرفش هو كان عنده كرش كده وعنده مثلا بتاع حاجه 50 سنه، وانا لحد دلوقتي انا مش مدرك المهاره دي كلها بسم الله ما شاء الله جايه منين، الله اكبر عليه. يعني بجد موهبه دمرتها الاعتقال والمكرونه بالبيض والمحاشي بقى والكلام ده. يعني في بقى كلام وان سبوكن رولز كده في الحجز. يعني الكره لما بتيجي في الشبكه اللي فوق دي اوت، لو واحد وهو بيجري اتزحلق غصب عنه بتلاقي اللاعب وقف واتهزق واتقال له مفيش تاكلينج في الخماسي يا كوتش. هتسمع برضو 5 أو جون، دي في حاله التعادل هيلعبوا 5 دقايق او اللي يجيب جون يكسب. لو انتوا معينين حكم وفي واحد قال يا جدعان العب في حكم، اعرف ان هو عمل حاجه، اعرف ان هو شد لعيب بوبا، هو في حاجه. لو سمعت برضو الجمله بتاعت مفيش فاول يعني يا جدعان، طيب محدش يزعل من لعبي، اعرف ان بعد الجمله دي في خناقه، في 2 هيقفشوا في بعض دلوقتي. الجمله بتاعت رجليه تقيله ما يشوطش دي بعدها في أزمة شوطة في تاريخ الحجوزات كلها. غالبا ده بيبقى واحد في الفرقة التانية عارف صاحبك اللي هو بيشوط من أي حتة ده وبيسخنه. بس في حاجات بقى في الحجز
محدش هيحس بيها غير اللي بيحب الكوره. انت لمده الحجز سواء اذا كانت ساعه او ساعتين انت بترجع تاني طفل صغير بيعمل الحاجه اللي طول عمره بيحبها. مش فارق بقى هو بيعرف يعملها ولا ما بيعرفش، اهم حاجه ان هو بيحبها. اطفال، مجموعه شباب بيتحولوا اطفال نازله تتبسط. ويا سلام لو في عندك واحد صاحبك كده انت بتحب تلعب معاه وعاملين دويتو كده ثنائيه. ويا سلام يا سلام لو انتوا كمان بتلعبوا كده في ليله من ليالي الشتاء البارده والدنيا مطرت عليكم، هتقولوا ان الجو اوروبي، اجواء اوروبيه، وكل واحد فينا في الحجز بيتخيل نفسه اللعيب اللي كان بيحبه في اوروبا. ده بيدي الكرة بالدماغ وفاكر نفسه فرناندو توريس، وده جاب جون وبيحتفل زي كريستيانو رونالدو، وده عمل كرة بوش رجله الخارجي ومتخيل نفسه ابو تريكة، وده عدى من 2 لعيبه ومتخيل نفسه ميسي، محمود ميسي. كوبايه القصب بعد اللعب وتجميعتكم وانتوا واقفين بتتناقشوا في اللي حصل في الماتش، مش فارق كسبت او خسرت، بس المهم انت لعبت. حقيقه انا صعبان عليا الناس اللي سابت الكوره وراحت تلعب بادل. يا ابني مش لعبتنا، يا ابني مش بتاعتنا، تعالى يا ابني في الحجز، تعالى العب كوره يا ابني. هتسمع فين صوت الشوطه بتيجي في العارضه وواحد من بره بيقول لك يا ابني اللعيبه؟ هتلاقي فين الجون اللي انت بتفضل فاكره طول حياتك؟ انا بحب لعبه كره القدم جدا وبحب العبها، بحب امارسها، ومستغرب ازاي بلد زي مصر، بلد من اوائل الناس اللي لعبت كوره في الوطن العربي وفي افريقيا كلها، بلد مخرجه ابو تريكه وحازم امام وميدو وعمر مرموش، مخرجه محمد صلاح، مخرجه تريزيجيه والنني، بلد زي دي عظيمه جدا في كره القدم. لسه احنا ما اكتشفناش المواهب اللي بتلعب في الشارع، لسه ما نميناش الناس اللي بتلعب في الشارع، لسه ما اكتشفناش الناس اللي فعلا تستحق تلعب كوره. في اي دوله في العالم بيبقى فيه حاجات عامه الناس بتقدر تمارس فيها الكوره اللي بتحبها. هتلاقي في امريكا في ملاعب للباسكت بول، هتلاقي في البرازيل ملاعب موجوده الناس بتلعب فيها كوره. فانا بناشد اي حد ممكن ان هو يتناشد يبص على الناس اللي مش قادره تدفع فلوس انها تروح تحجز ملعب وبتاع وتلعب، ويبص على المواهب اللي هناك. في مواهب حقيقي تستحق انها تلعب في الدوري الممتاز وكمان تطلع تشوف النور في اوروبا. طبعا بقى الناس اللي عارفه ولسه مكمله لحد دلوقتي، فانا عايز اقول على 3 اخبار حلوين قوي. الخبر الاولاني، طبعا لو خدت بالك او لاحظت ان الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى ودعواتكم اللي انتوا دعيتوها لي، وشكرا جدا على كل واحد كتب وكل واحد اتمنى لي فعلا من قلبه. الحمد لله الاعلانات رجعت على القناه تاني، وطبعا بشكر ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله يا رب، وبشكركم على دعواتكم الجميله، وبشكر البريد المصري الراجل اللي كلمني في التليفون وقال لي الجواب جه. ومش بس كده، هو فتح الجواب من غير ما اقول له افتحه وما وصلهوليش وصور لي، بس يعني تمام يعني خلاص والله كتر خيرك يعني، شكرا والله على راسي من فوق، الحمد لله يعني. تاني خبر بقى، ان شاء الله يوم الثلاث 25 فبراير الساعه 8 في بوم روم انا هكون موجود باذن الله في حفله كونكت 4. انا اللي هكون بفتح الحفله. طبعا كونكت 4 غنيه عن التعريف، اسلام امين، خالد الشوكي، وجايبين معاهم المره دي نجوم مش ضيوف، احمد خيري، بولا صامويل، عمر كنتاكي، بدر نور، يعني مش محتاج اتكلم. وكمان هيبقى الماتيريال اللي موجوده جديده. ها على يعني شوفوا الحمد لله رب العالمين، شوفوا كم مره كل مره بقول لكم ماتيريال جديده، الحمد لله رب العالمين في ماتيريال جديده يوم 25 فبراير في بوم روم الساعه 8. ها الخبر الثالث وده خبر شخصي جدا انا حابب اشاركه معاكم، ان شاء الله باذن الله في شهر رمضان هنكون مكملين حلقات هم يضحك، لكن هنعمل نجار مسلح راجع. بودكاست نجار مسلح للي مش عارف انا اسيب لكم تحت في الديسكريبشن لينك القناه بتاعت نجار مسلح. اللي مش عارف انا اصلا بعمل ايه او ايه يعني ايه نجار مسلح راجع اصلا، يدخل على القناه ويشوف هي عباره عن ايه، وهسيب لكم برضو لينك البودكاست بتاع انغامي عشان خاطر بقى تسمعوا الحلقات القديمه، الحلقات الكامله. هيكون في ان شاء الله حلقات جديده باذن الله هتبقى متصوره وهيبقى معمول لها مونتاج باذن الله، فمستنيكم تروحوا تعملوا سبسكرايب على قناه نجار مسلح عشان خاطر ايه نرجع نفوقها كده، وباذن الله هتبقى حاجه جميله جدا في رمضان للناس اللي هي مش عايزه تسمع اغاني، مش عايزه تشوف مثلا برنامج زي كده. انا كده كده مش هشتم ان شاء الله، بس يعني اللي هو ايه، لا هم عايزين يشوفوا حاجه مثلا تفيدهم او الكلام ده. قناه نجار مسلح هسيبها لكم في الديسكريبشن، بليز اعملوا سبسكرايب. فبرضه لو انت لسه مكمل هنا فما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، وتكتب تحت في الكومنتس انت بتحب ايه في حجز الكوره، او يعني جاي الحفله ولا مش جاي. يعني تعالوا نتكلم. ولو الفيديو عجبك ممكن تعمل شير لحد من اصحابك. ما تنسوش برضو تعملوا فولو على الانستجرام عشان خاطر بننزل ريلز من الحفلات هناك وريلز مختلفه. ما تنسوش برضو تعملوا فولو على تيك توك عشان خاطر في الحاجات برضو اللي هي الشورتس دي بتنزل على تيك توك، تقدر بقى تعمل منشن لصاحبك، تقدر تبعتها له، تعمله على الساوند اللي هو كده يعني. شايفين الاوبشنز اللي انا عمال بديها بس يا سيدي.
فكنت معاكم انا محمود النجار، وده كان هم يضحك، وخلي بالكم من نفسكم. السلام عليكم، اشوفكم ان شاء الله في شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين.